السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، هنعمل مع بعض صوص الكراميل لا غنى عنه في البيت، بنحتاجه في وصفات كتير، وفي سلسلة الحلويات اللي هنبدأ فيها الفترة الجاية والشهر الكريم جاي، وهنحتاجه في الكنافات بقى والتريكات والحركات دي، فقُلنا نبدأ بصوص الكراميل كده مع بعض. اللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس وما ينساش يسيب لي كومنت حلو. أول حاجة معانا كوبايتين كبار من السكر، يُفضّل السكر اللي هنعمل بيه الكراميل يكون اللي هو حبّايته ناعمة ده، مش هيزهّقِك في لمّا ييجي يسيح، لكن لو ما فيش غير التاني بنعمل بيه برضه بس بيزهّقنا شوية عقبال ما بيفُك. عليهم بقى هنحط كوبايتين من اللبن، كوبايتين كبار نفس الكوبايتين اللي بنعاير بيهم، بس هناخد من الكوبايتين شوية على جنب اللي هُم في البولة الصغيّرة دول، هنحُط عليهم معلقتين من الكريم شانتيه ده اختياري لو مش متوفّر عادي بتعملي من غيره بس بيدّي نكهة، عليهم هنحُط 3 معالق كبار من النشا، بس المعلقة اللي أنا حطيتها كمان ما بانتش في تصوير، هنقلّبهم كده والنشا دي هنصفّي الخليط اللي فيه النشا ده هنعدّيه على مصفى علشان ما يعملش تكتلات في الكراميل. بعد كده بقى بناخد السكر وبنرفعه على النار، النار في الأول بتكون عالية، أول ما السكر يبدأ من الجناب نلاقيه بيسيح، نبدأ نهدّي في النار شوية، طبعًا أنا ما بالمسش السكر خالص بمعلقة إلّا لمّا بدأ يسيح، شُفتوا باقلّب زي ما أنتم شايفين كده السكر، أنا طبعًا هدّيت بقى النار أول ما لقيته بيبدأ يسيح هدّيت النار من عالية لوسط، وباتابعه بقى لحد دلوقتي ما قستهوش بالمعلقة. آآ دلوقتي بقى هابدأ أقلّبه عشان الأجزاء اللي ما ساحتش تبدأ تسيح، هافضل أقلّب فيه كده لحد ما يسيح كلّه وما يكونش فيه ولا حتّة سُكّر. بافضل مستمرة في التقليب علشان ما ينفعش أسيبه لوحده عشان ما يتحرقش، خدوا بالكم ما بين حرق الكراميل وإن هو يسيح السُكّر خالص هفوة صغيّرة، فما تعلّوش النار في الآخر جامد علشان السُكّر ما يتحرقش. وافضل مستمرة كده في التقليب لحد ما داب خالص زي ما أنتم شايفين كده ما فيهوش ولا حتة سكر، هاحط بقى هنا مكعبين من الزبدة آآ بيدوبوا معايا كده الكراميل أكتر، طبعًا اللي مش متوفر عنده زبدة ما يحطش أصلًا، أنا جربت قبل كده وعملته من غير زبدة خالص، وبيكون ممتاز وحلو، ممكن تستبدلوها بمعلقة من السمنة ما فيش أي مشكلة. ما تصعّبوش أي حاجة على نفسكم، واخترعوا لنفسكم بدايل عادي والحاجة هتتضبط وهتبقى حلوة. أول ما بادوّب الزبدة بقى، باحط على طول المكونات التانية. هاحط بقى اللبن، بس أنا سِبت اللبن اللي فيه نشا وكريم شانتيه على جنب في الآخر لمّا أدوّب السكر الأول. أول ما بتبدئي تحطي اللبن هتلاقيه كده قفش في بعضه بالكراميل وكلّه، ما تقلقيش زي ما أنتم شايفين كده هيبدأ يفُك واحدة بواحدة، بس ما تحطّوش اللبن يكون ساقع من التلاجة، ممكن يكون دافي لسه غالياه، يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تجيبوهوش من التلاجة تحطّوه على السُكّر هيبوظ. هتفضلي بقى تقلّبي كده لحد ما هيدوب خالص، واحدة، واحدة هيدوب، على نار متوسطة. أول ما بيدوب معايا باحط بقى الخليط الأخير اللي هو فيه النشا والكريم شانتيه، باقلّبه كده وأول ما بيغلي باطفي عليه، هتلاقوا بقى ملحوظة كده صغيّرة كان ممكن غيري ما يقولهاش أو ما حدش بيقولها أصلًا، الزبدة بتخلّي الخليط بتاع الكراميل يعمل تقطيع صغيّرة كده زي اللي أنتم شايفينها دي مش تقطيع سُكّر، التقطيع دي كده بتتعمل من الزبدة، ممكن ناس تفكّر إن كده الكراميل باظ وترميه، لأ دي التقطيع دي بتعملها الزبدة ضربة بسيطة بالهاند بلندر أو بالخلاط، أنا ضربته في الخلاط المتوفّر ضربة صغيّرة التقطيع دي بتختفي وصوص الكراميل بيبقى تحفة. الكراميل سِبته هدا شوية وبعد كده ضربته في الخلاط ضربة صغيّرة وزي ما أنتم شايفين ناعم وكريمي وتحفة، طبعًا سِبته هو هنا دلوقتي لسه سُخن وبيطلّع بخار، هاسيبه يهدى ساعتين والّا حاجة، بعد كده بقى يبدأ يتقل، طبعًا هتحطوه في التلاجة هيتقل أكتر، فكل ما بتسيبوه يرتاح بتلاقوه تقل.
ده كان بعد ساعة بالضبط أو ساعتين مش فاكرة تقريبًا، بس كان بعدها بشوية أول ما الخليط ما بِرِد تقِل وبقى بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا باحفظه في الفريزر، أول ما باحتاجه في أي حاجة باطلّعه قبلها بشوية، بيفُك بدرجة حرارة المطبخ وباستخدمه في حلويات كتير لا غنى عنه في أي بيت، والصوص تقيل وجميل زي ما أنتم شايفين تحفة وطعمه خطير، طبعًا ده بيتجاب بمبلغ من برّه، فكل حاجة ممكن نقدر نعملها في البيت بنعملها. لو بتتابعوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعّلوا الجرس وتسيبوا لي كومنتات حلوة وتبعتوا لي تطبيقاتكم على الجروبات الخاصة بتاعتي، لينكاتها كلّها هاسيبها تحت في صندوق الوصف. سلام.